سلام حبيباتي، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وانتم تشوفوا هاد لا فيديو تاع اليوم ان شاء الله ضمن سلسله عجينه السيراميك. راح نشوفوا فيها تزيين كاس مع الملعقه بطريقه سهله جدا ومبسطه ومناسبه للمبتدئين، بالاضافه الى طريقه الصاق وتلميع الاشكال. وفي الاخير راح نشوفوا نصائح مهمه جدا للحفاظ على الاواني المزينه بعجينه السيراميك. إذا أول حاجة راح نسحقوا عجينة السيراميك اللي من الأفضل تكونوا لونتوها من قبل، والألوان اللي راح نحتاجوها هي اللون الأسود، الأبيض، الأزرق الفاتح، وراح نحتاجوا أيضا البرتقالي والأحمر كمية قليلة فقط. وهنا أنا استعملت هذا الكأس الأبيض البسيط جدا باش نزينه، واستعملت هذه الملعقة البلاستيكية، تقدروا تستعملوا ملعقة معدنية عادي. الآن راح نبداو في العمل على الكأس. كما راكم تشوفوا جبت فيلم اليمونتير وغلفته بهذا الشكل، والخطوة هذه راح تساعدنا بزاف في العمل، وراح تساعدنا ايضا باش نحافظوا على الكأس تاعنا نظيفة. بعدها نختار الوجه اللي راح نخدم عليه نحطه مقابلني، وراح نبدا في التشكيل في عجينة السيراميك. بديت اول شي باللون الازرق الفاتح، رشيت شويه نشا باش يساعدني بعد ما تلصقليش العجينه. وملاحظه انا اليوم استعملت العجينه المطبوخه، كما قلت لكم انا نفضل نشتغل بها بزاف. حليت العجينه تاعي على سمك حوالي 3 إلى 4 ملم، وبعدها جبت هذا الطابع اللي يكون مزخرف في الحواف تاعو بهذا الشكل وطبعت به دائره وحطيتها على الكأس تاعي. يعني حاولوا تحطوها في المنتصف سوا باش كي تحطوا ولا ترفدوا الكأس تاعكم تكون مقابله. حاولوا تثبتوها مليح على الكأس. اذا شفتوها تزغد وما حبتش تلصق بلوها بشويه فقط تاع الماء هكا باش تثبت لكم وتساعدكم من بعد في الخدمه. بعدها كما راكم تشوفوا جبت عجينه في اللون الابيض، حليتها بنفس السمك، ولا يعني ديروها شويه خشينه باش من بعد كي ديروها فوق الزرقاء ما يبانش هذاك اللون الازرق. وطبعتها بنفس الطابع، ومن الفوق عملت لها شكل هكايا عشوائي بالكويتور ولا بالموس ولا باي اداه تكون عندكم. وراح نلصقها فوق الدائره الاولى بواسطه الغراء الابيض. وحاولوا هنايا تحطوا هذيك الحواف فوق بعضها بعض بشكل جيد. بعدها جبت هذه الأداة اللي نستعملوها للتنعيم، وراح ننعم هذيك الحواف اللي يعني من الفوق. نحاول ندمج هذاك اللون الأبيض مع اللون الأزرق باش من بعد يعطينا منظر شباب. وتقدروا هنايا تستعملوا الأصابع تاعكم فقط، وإذا شفتوا العجينة تاعكم تلصق استعينوا بشوية تاع نشا. الآن هذاك اللون الأبيض راح نحاولوا نمدوا له تكستور تاع الثلج. أنا استعملت أول شي فرشاة الأسنان، وبعدها جبت هذيك الأداة اللي تكون مدببة واستعملتها بهذه الطريقة. تقدروا تستعملوا كيردون ولا أعواد الخشبية هذيك تاع الشواء ولا أي حاجة تساعدكم باش تعملوا نتوءات اللي تكون سطحية على اللون الأبيض فقط. حاولوا أنكم ما توصلوش للون الأزرق. الآن راح نمر مع بعض وراح نصنعوا الشكل تاع بطريق. الشكل هذا بزاف سهل، وكما قلت لكم مش راح تحتاجوا فيه أي طوابع. جبت قطعة من عجينة السيراميك اللي تكون في اللون الأسود وبديت نشكل فيها بهذه الطريقة. حاولت نعطيها شكل يعني يشبه للشكل تاع البطريق. يكون الرأس شوية صغير ولتحت الجسم تكون دائرة شوية أكبر. نتمنى إن شاء الله راهي واضحة أمامكم، وأيضا اخترت لكم شكل اللي هو سهل بزاف. بعد ما تحصلت على الشكل اللي راني حاباته راح نلصقه على الشكل الأول اللي خدمناه بواسطة دائما الغراء الأبيض. وهنا ملاحظة الشكل تاع البطريق لازم يكون شوية خشين، يعني في حدود 1 سنتيمتر باش يجي باين واضح ويعطينا انيفي يعني 3D. بالنسبة للبطن استعملت قطعة صغيرة تاع عجينة السيراميك في اللون الأبيض وشكلتها أيضا بالأصابع فقط بهذه الطريقة. لصقت البطن على الجسم بواسطة الغراء الأبيض، ونحاول أني نعم الحواف كما قلنا باش يكون الشكل أكثر إتقان في النهاية. الآن راح نمر لتشكيل العينين، واللي هي عبارة عن زوج دوائر باللون الأبيض يكونوا شوية كبار. لصقهم دائما بالغراء الأبيض بهذه الطريقة. بعدها راح نحط فوقهم زوج دوائر باللون الأسود يكونوا شوية صغار منهم.
وفي الاخير راح نزيدوا ايضا نقطة باللون الابيض. الشكل هذا تاع العينين يجي بزاف شباب وكيوت. يعني اكيد كاين عدة طرق لتشكيل العينين، ولكن انا هذه الطريقة دائما نعتمدها. هنا راح نبدأ نشكل في اليدين بهذه الطريقة. كما قلت لكم تستعملوا الاصابع فقط. بعد ما تحصلت على الشكل اللي حبيته راح نثبتهم بالغراء الابيض. ودائما يعني هنايا ملاحظة مهمة، كي تلصقوا الاشكال على بعضها البعض حاولوا ما تخلوش بيناتهم الفراغات تاع الهواء، يعني اضغطوا عليهم مليح باش يلصقوا بشكل جيد. بالنسبة للأنف أو المنقار جبت عجينة في اللون البرتقالي وشكلته بهذه الطريقة. ثبته أيضا بالغراء الأبيض، حاولت نعطيله شكل يكون شوية مثلث. واستعملت هذيك العجينة أيضا لتشكيل الأرجل. كما راكم تشوفوا خدمتهم على شكل كويرات شوية طويلة. ثبتهم بالغراء الأبيض يعني في أسفل الجسم. وبعدها عملت لهم خطوط بأي أداة هكايا باش يعطونا شكل شباب. وعملت هذيك الخطوط أيضا في اليدين. بعدها جبت عجينة في اللون الأحمر وشكلت القبعة بهذه الطريقة. نتمنى إن شاء الله الصورة راهي واضحة أمامكم. وزينت القبعة بكرة من العجينة السيراميك في اللون الأبيض، وعطيت لها تكستور تاع الصوف بواسطة الكوردون. بعدها جبت قطعة أخرى من العجينة البيضاء وزينت بها القبعة بهذا الشكل. وزينتها بنفس الطريقة تاع هذيك الكرة تاع الصوف. وفي الأخير شكلت كويرات صغيرة بعجينة السيراميك البيضاء ولصقتها على الشكل تاعي الأول بهذه الطريقة. كما راكم تشوفوا مدت لنا شكل بزاف شباب يشبه للثلوج كي تبدا تتساقط. اذا بهذا الشكل نكونوا كملنا التزيين تاع الكأس. الان راح نمروا لتزيين الملعقة واللي راح تكون اكثر سهولة. كما راكم تشوفوا معايا هنا جبت كرة من عجينة السيراميك في اللون الاسود وبديت نشكل فيها بهذه الطريقة. في هذه المرحلة يعني حاولوا تعطوها شكل دائري، ماشي كما الكأس يكون من الخلف شوية مسطح باش نلصقوه. بالنسبة للملعقة راح نخدموه على كامل الجوانب لانه ما كاش حتى جهة راح تكون مغطاة. نتمنى ان شاء الله تكونوا فهمتوني. وهنا كما شفتوا معايا قبل ما نكمل التشكيل تاع المجسم تاعي راح نغطس الطرف تاع الملعقة فقط في الغراء الابيض ونثبت عليها المجسم بشكل جيد. حاولوا تدخلوه يعني اكثر شوية من المنتصف، لانه اذا دخلتوا جزء صغير فقط راح من بعد يطير لكم بكل سهولة. وراح نكمل التشكيل تاعي بالاصابع فقط كما راكم تلاحظوا. وهنا راح ننصحكم بواحد لاستيوس ينفعكم بزاف في الخدمة، وهي لما تخدموا مجسمات اللي تكون شوية خشينة تدهنوهم بالقليل من الفازلين كامل الجوانب ومن بعد تمسحوا هذاك الزائد. الخطوة هذه راح تساعد على بقاء المجسم مرطب، يعني حتى لما ينشف من بعد راح تلاحظوا انه هذاك المشكل تاع التشقق مش راح يكون موجود بكثرة. فقط بالنسبة للأماكن اللي راح تلصقوا فوقها أجزاء أخرى امسحوها مليح من هذاك الزائد تاع لافازلين باش تلصق لكم من بعد. الآن راح نخليكم مع التزيين تاع الملعقة لأنه فيه تقريبا نفس المراحل اللي درناهم في الكأس، ومن بعد إن شاء الله نولي لكم.
إذا بعد ما كملت التزيين راح نحط الملعقة والكاس ينشفوا في الهواء الطلق فقط. بالنسبة للملعقة من الأفضل تحطوها على قطعة تاع إسفنج، والمرحلة هذه راح تديلكم حوالي 3 أيام باش تنشف العجينة بشكل جيد. بعد ما نتأكد انه الاشكال تاعي نشفت بشكل جيد راح نمر لمرحلة التلميع. بالنسبة لهذه المرحلة كاين اللي يحبوا يخلوها اخر شيء، ولكن انا نحب نقوم بها قبل ما نلصق الاشكال على الكأس. كما راكم تلاحظوا معايا هذاك الشكل يتقلص الحجم تاعو، على هذيك انا درتو شويه كبير. وهنا كاين البعض اللي يصرى لهم مشكل تاع تقوس الاشكال، الحل تاعها بسيط وسهل، هو انكم تعرضوا الشكل تاعكم للحراره، يعني تحطوه شويه فوق البوال ولا تجوزوا عليه بالسيشوار يسخن شويه، ومن بعد تسعفوه وتعاودوا ترجعوه للشكل تاع الكأس. يعني هذه الطريقه دائما تساعدني باش نصلح الاشكال تاعي. وبالنسبة للملمع أنا راح نستعمل هذا تاع الخشب، هو اللي متوفر عندي، ولكن ما ننصحكمش أبدا أنكم تستعملوه لأنه راح يفسد لكم الشكل تاعكم. كاين هذاك الطلاء الشفاف السيليلوزي هذاك بزاف هايل، وكاين أيضا تاع سبراي، وكاين أيضا اللي يحبوا يستعملوا الإيبوكسي الشفاف. يعني هذه كامل بدائل جيدة وتنشف بالخف، يعني مشي كما هذا هو أسوأ نوعية. اذا كما راكم تلاحظوا معايا هذيك الملحقه غطسنا الطرف فقط اللي زيناه بعجينه السيراميك في الملمع. وبالنسبه للكاس راح نخليو هذاك الغلاف البلاستيكي اللي درناه في الاول باش يحمينا الكاس تاعنا من الطلاء. وراح نبدا نعمل طبقه ولا طبقتين تاع الملمع. والملمع هنا عنده دور مهم جدا، هو انه يحمينا الشكل تاعنا من الماء، وايضا راح يعطينا طبقه لامعه شكلها بزاف هايل. وفي الاخير بعد ما ينشف هذاك الملمع راح نلصقوا الشكل تاعنا على الكأس. في هذه المرحله راح نحتاجوا لصقه تكون قويه جدا، وراح نحتاجوا ايضا لورق الصنفره الخشن. الورق الصنفره هذايا الورقه دير ب6000، تخدموا بها شحال من مره وتلقاوه يتباع عند الكنكايري متوفر بكل سهوله، فقط قولوا له يعطيكم الخشين كامل. الان راح نحيو هذاك البلاستيك لانه ما عدناش نحتاجوه، وراح نبدا نصنفر في المكان اللي راح نلصق فيه الشكل. كي نكملوا الصنفره ضروري جدا ان ننظفوا هذاك الغبار، لانه بعد مش راح يخلي الشكل يلصق. بعدها راح نصنفروا الظهر تاع الشكل ايضا، وهنايا غير بالعقل لانه الشكل تاعنا راهو رقيق قادر يتكسر لنا. ننظفوه ايضا من الغبار. وراح نمر الان للمرحله تاع تلصيق الشكل. بالنسبه للصقاء انا استعملت هذا النوع اللي يجي على شكل انبوبين A والبي، وديروا منهم نفس الكميه، تخلطوها بشكل جيد وتحطوها على الاماكن اللي راح تلصقوها. الغراء هذايا ممتاز، ولكن يعني لازم تخدموا به بسرعه لانه ينشف ثمثم. هنايا لما تلصقوا الشكل تاعكم ضروري انكم تبقاو ضاغطين عليه بشكل جيد حوالي دقيقة هكا باش تتأكدوا انه الشكل تاعكم لصق مليح. وفي الاخير اذا شفتوا فراغات ولا اماكن ما لصقتش مليح تقدروا تعاونوا بهذاك التيوب تاع سوبر جلو العادي اللي نستعملوه يجي سائل، لانه اصلا الانبوب تاعو يساعدكم باش تتبعوا هذيك الفراغات الدقيقة. وايضا النتيجة تاعو بزاف هايلة، تقدروا تستعملوه وحده وتلصقوا به. وهذه هي النتيجة النهائية. وفي الاخير باش تحافظوا على الاواني تاعكم ضروري انكم ما تخلوهمش في الماء لمده طويله، يعني غير يتوسخوا تغسلوهم بحبل يكون ناعم باش ما يتجرحوا لكمش، وتشلوهم وتنشفوهم بسرعه. وايضا لما تديروا فيهم سوائل حاولوا انهم ما يكونوش سخونين بزاف، لانه كما نعرفوا العدو الاول تاع عجينه السيراميك هو الحراره والماء.
نتمنى ان شاء الله لا فيديو تاع اليوم تكون عجبتكم واستفدتوا منها. ما تنساونيش بلي لايك بلي كومنتير، واذا كنتوا اول مره تزوروا القناه ما تنساوش ايضا تشرفوني بالاشتراك. ما بقى لي غير نقول لكم الى فيديو جديد وافكار اخرى ان شاء الله. اترككم في رعايه الله وحفظه. دمتم سالمين والى اللقاء.